اعمل يا جدع لايك، قولي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. وفي يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس في الكومنت او في البوست. في هذا الفيديو سنتعرف على ضحايا برنامج رامز جلال وأجور الضيوف، رجاء متابعة الفيديو للنهاية لكي تعرف كافة التفاصيل. قام المسؤولون عن برنامج رامز جلال بالإدلاء بمجموعة من الأخبار والتصريحات التي تتعلق بحجم الميزانية المحددة لهذا البرنامج الفكاهي، حيث قد قيل إنها تقدر بحوالي 90 مليون دولار، ويخصص من تلك الميزانية نحو 75 مليون دولار كأجور الفنانين أو المشاهير الذين يأتون ويتم استقبالهم كضيوف في هذا البرنامج كل عام. أجر رونالدو في برنامج رامز جلال رامز نيفر إندا، حصل رونالدو على منفردا على 40 مليون دولار مقابل الظهور في البرنامج. تحمل البرنامج منهم 10 مليون دولار، وتحملت هيئة الترفيه بالرياض نحو 30 مليون دولار. وفي بعض الأحيان ومع بعض الضيوف يتم تقديم قيمة 20,000 دولار فقط أو 40,000 دولار لبعض الفنانين التي يتم استضافتهم في البرنامج، ويتم أيضا تقديم قيمة 40 مليون دولار إلى بعض المشهورين في العالم والتي يتم استضافتهم في البرنامج مثل رونالدو. تدور العديد من التساؤلات أيضا حول الأجر الذي يتقاضاه الفنان رامز جلال مقابل تقديمه لبرنامج المقالب الذي يعرض طيلة أيام الشهر الفضيل على قناة MBC مصر كل عام، حيث قد توافدت الأخبار عن عدد من التصريحات التي تم البوح بها من طرف مجموعة من الأفراد التي تربطها علاقة وطيدة بالفنان رامز جلال عن الأجر الذي يحصل عليه رامز جلال جراء تقديمه لهذا البرنامج الخاص، حيث قيد قيل إنه يأخذ قرابة 4 ملايين دولار